في العلاقات في لحظة بتكشف الحقيقة المرة، اللحظة اللي بتعرف فيها إنك بقيت مضمون. الشخص اللي كان بيموت فيك بدأ يعاملك كأنك حاجة مركونة على الرف. ليه ده بيحصل؟ وليه كل ما تقرب تلاقيه بيبعد أكتر؟ الإجابة مش عنده، الإجابة عندك أنت. أنت اللي قدمت نفسك على طبق ذهب وبقيت كتاب مفتوح وممل. أنت اللي حسسته إن وجودك حق مكتسب، مش جايزة لازم يحارب عشانها. القاعدة بتقول الندرة تخلق القيمة، وانت عملت العكس تماما. كنت متاح بزيادة، 24 ساعة للرد، للشكوى وللوجع. في البداية كنت لغز والمخ غرقان دوبامين، لكن أول ما اطمنت وفتحت قلبك اللغز اتحل والفضول مات. ولما الفضول بيموت العقل بيبدأ يدور على تحدي جديد، وانت ما بقيتش التحدي ده، انت بقيت الروتين اللي هو عاوز يهرب منه. هنا بتبدأ اللعبة القذرة، الابتزاز الصامت. يبدأ يتأخر في الرد فتعمل أكبر غلطة وتجري وراه، تسأل انت متغير ليه؟ السؤال ده هو اعتراف رسمي بالهزيمة، كأنك بتقوله أنا مراقبك وخايف أخسرك. الناس ما بتنجذبش للي قلبه طيب بزيادة، الناس بتنجذب للي عنده حدود. الخوف من الفقد هو المحرك الأساسي للاهتمام. لو الشخص ما حسش إنك ممكن تضيع من إيده عمره ما هيتعب عشان يرضيك. الحل ملوش علاقة بالحب، له علاقة بالسيطرة. الحل في الانسحاب التكتيكي. لازم ترجع غالي، والغلو بيجي من الغياب والندرة. اختفي، ما تبقاش متوقع. انت زي الموبايل، بنهتم بالشاحن لما يوصل 1%، لكن طول ما هو 100% بنركنه في أي داهية. انت كنت 100% طول الوقت وكنت فاكر ان ده حب، وهو في الحقيقة كان انتحار لعلاقتك. الحل ملوش علاقة بالحب، له علاقة بالسيطرة. الحل في الانسحاب التكتيكي. لازم ترجع غالي، والغلو بيجي من الغياب والندرة. اختفي، ما تبقاش متوقع. لما يبعت ما تردش في ثانية، مش تقل، لكن عشان انت مشغول بكيانك ومستقبلك. أول ما يحس إن الريموت اللي بيحرك أعصابك ما بقاش شغال هيتجنن ويرجع يدور عليك. إحنا اللي بنعلم الناس إزاي يعاملونا. لو علمتهم إنك متاح مهما داسوا عليك هيدوسوا، ولو علمتهم إن كرامتك خط أحمر هيعملوا لك 1000 حساب. العلاقات اتعملت عشان تسعدنا مش تذلنا. لو شايل الشيلة لوحدك سيبها تقع وتتكسر، وشوف مين بجد هيخاف عليها. الاستغناء هو قمة القوة النفسية. اللي ما بيقدرش يستغنى ما بيقدرش يفرض شروطه. النهاردة الوقت انك تقلب الترابيزة وتغير اللعبة لصالحك. القوة مش في المطاردة، القوة في الاستغناء. لو ما بقتش مستعد تمشي هتفضل محبوس في إهمالهم. انضم لعائلة علي الفارس وفعل الجرس عشان تتعلم ازاي تملك زمام الأمور وتكون انت القائد مش التابع. اشترك دلوقتي. الكرامة ما بترجعش بالكلام، بترجع بالأفعال.